والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والكمد يعاود لهواه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو سبحانه أن من علينا بهذا الإسلام العظيم، ونحن على دربنا بإذن الله سائر، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير، وهو الكلام والتدارس في كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى الداء والدواء. وكنا وصلنا أو انتهينا في الحلقة الماضية، ووصلنا إلى هذا الدعاء، قوله رحمه الله تعالى: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. هنا يصور رحمه الله تعالى ابن القيم أن هذا الدعاء هو والبلاء بمنزلة شخصين التقيا في الحرب، فيتقاتلان ويتدافعان حتى يغلب أحدهما الآخر، وهو كما قال وهذا الدعاء هو من أنفع الأدوية، يعني من أنفعها وأفضلها، لأنه له فوائد عظيمة في دفع البلاء، بل هو عدوه، كما قلنا أنه عدو كأنهما يقتتلان في ساحة القتال، يدفعه ويعالجه، أي يحاول معه، يتعالجان، يتدافعان، ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. الآن هنا يذكر أنواع الاستجابة للدعاء، قال: ويمنع نزوله، إما أن يمنع نزوله في الأصل، يعني يكون الله سبحانه وتعالى قد كتب عليك هذا البلاء، ولكنك بسبب دعائك سيدفعه الله سبحانه وتعالى، أو لن ينزله عليك، لن ينزل عليك في الأصل. هذا أحدها. والثاني أنه ينزل بك، ثم بكثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى يرفع هذا البلاء. أو أيضا أنه قال: أو يخففه إذا نزل، وكذلك ربما لا يدفعه بالكلية أو لا يزيله ويرفعه بالكلية، ولكن يخففه، ينزل بك البلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية لنا ولكم، ويخففه. وفي هذا أمثلة كثيرة، من أمثلتها ما يحكى عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه حينما كان صغيرا أصيب في عينيه فذهبتا، أصيب بالعمى، فظلت أمه تدعو وتبكي وتلح على الله جل وعلا بالدعاء والتضرع والبكاء. وهذه من الأمور التي ينبغي للعبد أن يكون عليها، وهو الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يرفع عنك هذا البلاء أو يعافيك منه. فظلت تدعو وتبكي حتى رد الله عليه بصره، فأصبح إماما من أئمة الدنيا.
وهذا من الفوائد العظيمة في هذا الدعاء. ولهذا السبب قال عنه ابن القيم أنه من أنفع الأدوية، وكما قال وهو سلاح المؤمن. ثم قال كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وقال وهذا الدعاء مع هذا الحديث فيه ضعف. هذا الحديث قال عنه أهل العلم بأنه ضعيف جدا، وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال عنه بعضهم أنه موضوع، فلذلك لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وله مع البلاء 3 مقامات. ما هو هذا الدعاء؟ له مع البلاء 3 مقامات. أولها قال أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، بمعنى تضرع العبد وإلحاحه على الله جل وعلا واستمراره وعدم اليأس وعدم الملل، حيث أن بعض الناس يدعو يوم، يومين، 3 أيام، أسبوع، أسبوعين، ثم يمل. حتى أني قرأت سؤالا لأحد السائلين يسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فيقول إني دعوت الله سبحانه وتعالى مدة هو ذكرها لست أذكرها، فقال وهو شيء بسيط أني أريد الزواج ولم يستجيب الله لي، كأني أنا أصبح يعني تشعر من سؤاله باليأس والقنوط من طول الوقت. وهذا أمر يعلمه الله جل وعلا لحكمة هو يريدها. ربما يستمر بك البلاء زمنا طويلا والله جل وعلا يسمع دعاءك. فقال أحدهما أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، كما ذكرنا في قصة أم الإمام البخاري التي ظلت تدعو الله تبارك وتعالى حتى رفع البلاء. وفي هذه والأمثلة هنا كثير، فالله جل وعلا رفع عن ناس كثير البلاء من الأنبياء والرسل وغيرهم، وهي كثيرة. هذا الأول أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، بمعنى أن العبد لا ييأس من الدعاء ويظل يستمر ويلح على الله جل وعلا ويتحين فرص أو أوقات استجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل، حين يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في هذا الوقت من أنفع وأفضل الأوقات للدعاء، لأنه وقت تنزل الرب سبحانه وتعالى ووقت استجابة الدعاء، لأن الله جل وعلا يسأل هل من سائل فأعطيه. فغالب الناس في هذا الوقت محرومون إلا من رحم الله، ما بين نوم وما بين معصية أو لهو مباح أو غير مباح، وهذا وقت مبارك. وغيرها من الأوقات مثل الساعة التي في يوم الجمعة، وكذلك ما بين الأذانين، وكذلك وقت تنزل الغيث المطر، وكذلك في وقت السفر. كل هذه المنازل من منازل استجابة الدعاء، فيتحين فيها الإنسان هذه الفرصة ثم يكرر على الله سبحانه وتعالى. وهنالك آداب للدعاء وهو يدعو إلى الله، وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. أول أمر أن يكون حاضر القلب، ليس لاهيا غافلا، كما ذكرنا في الحلقة الماضية عن
أن الدعاء الذي يكون من قلب غافل لا يستجاب، يكون حاضر القلب ويظهر المسكنة والتذلل بين يدي الله والانكسار، ويطرح بين يديه ويثني على الله جل وعلا بما هو أهله من الأسماء الحسنى والثناء العظيم لله تبارك وتعالى، وهو أهل الثناء والحمد. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ويبكي ويلح على الله سبحانه وتعالى، فإنه وأيضا يكرر لا يمل فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب الله لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك لا ينبغي للعبد أن يستعجل، وينبغي أن يلح على الله تبارك وتعالى في الدعاء، وهذا معنى قوة الدعاء، وأن يكون كذلك على طهارة وهو يدعو، ويرفع يديه إلى السماء، وإذا خلا بالليل فذلك من أنفع الأوقات كما ذكرت سابقا. ثم ذكر أن القسم الثالث كما ذكرنا، قال أنه البلاء له 3 مقامات مع الدعاء. الدعاء مع البلاء له 3 مقامات، أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. أن يكون أضعف من البلاء بمعنى الدعاء ضعيف، يدعو أحيانا ويتركه، ولا يتحين أوقات الإجابة، ولا يلح على الله بالدعاء، كما ذكرنا من الصفات التي في القسم الذي قبله. يكون دعاؤه ضعيفا ويكون البلاء أقوى، فيصيبه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء، ولكنه يخففه وإن كان ضعيفا، ولكنه لا يرفعه بالكلية. الثالث، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه، أن يكون بمستوى البلاء، فيتقاوما فيتدافعان، ويمنع كل واحد منهما صاحبه، هذا يمنعه وهذا يمنعه، ليس أقوى منه وليس أضعف منه، ولكنه بمستوى البلاء. وعلى كل، في جميع الأحوال المؤمن على خير حينما يدعو، حتى ولو لم يرفع الله سبحانه وتعالى عنه البلاء فهو على خير، حيث أنه الدعاء عبادة، فأنت في عبادة وعمل صالح، كما أمر الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني، الدعاء من الأشياء المستحسنة، فربما كما ذكرنا ربما يدفع الدعاء البلاء، وربما يخففه، وربما يكونان بنفس المستوى، وربما أن الله سبحانه وتعالى يؤجل لك أجر دعائك يوم القيامة، يرى أن هذا البلاء خير لك، لأنه بعض البلاء قد يهذب المرء، قد يهذبه ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا مرض العبد رق قلبه، وشعر أنه سينتقل إلى الله تبارك وتعالى، يشعر أنه ربما يكون هذا آخر عهده بالدنيا، فيرق قلبه ويستغفر ويرجع، بخلاف ما كان على قوة وصحة. فمثل هذه الأمور فهو على خير. ثم قال: وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنهما قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، فيعتلجان إلى يوم القيامة. وأيضا يقول فيه أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. هذا حديث ابن عمر. وحديث ثوبان رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذه الأحاديث يقول عنها العلماء منفردة، كل واحد فيها لا تصح ولا تقوى، ضعيفة. وقال الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله تعالى وحفظه أنها ترتقي بمجموعها إلى مستوى الحسن. فحديث عائشة رضي الله عنها يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا فهو واقع لا محالة. مهما كنت حذرا تحاول أن تتجنب أمر ولا تريد أن يقع عليك، فإذا كان كتبه الله سبحانه وتعالى فإنك لا تستطيع رده. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما في حديث ابن عباس في السنن. والدعاء لا ينفع مما نزل ومما لم ينزل. قلت أن الدعاء في حد ذاته عبادة، فهو نافع، فأنت مأجور لدعائك. لماذا؟ لأنك تذكر الله وتسبحه وتمجده وتسأله، وسؤال الله جل وعلا من أفضل العبادات. إن سألت الله، إن تركت سؤال الله سبحانه وتعالى يغضب، كما قال قائلهم: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله سبحانه وتعالى يغضب إن تركت سؤاله ودعاءه ورجاءه. وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. يدفع الدعاء البلاء فلا يصيبه، وأحيانا يصيبك خفيفا، وهكذا. وقول الدعاء، وفي الحديث الآخر حديث ابن عمر: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. هنا أيضا وصية بالدعاء. وحديث ثوبان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، بمعنى أن الدعاء إذا نزل القدر فيرده، يخففه كما ذكرنا، وكله بتقدير الله سبحانه وتعالى. يرد القدر بتقديره سبحانه وتعالى. ولا يزيد في العمر إلا البر. البر من أسباب الزيادة، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وما أكثر ما يصاب المرء بالبلاء والمصائب ولا يشعر أو ولا يرجع ولا يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، بل ربما يسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ويعترض على الله جل وعلا في الألفاظ، فيقول: لماذا تفعل بي هكذا؟ ماذا فعلت؟ أنا ما الذي فعلته حتى تنزل علي هذا البلاء أو هذه المصيبة أو غيرها من الألفاظ التي لا ينبغي. بل بعض الناس يصيبهم البلاء فيقسوا. قال سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. بدل
أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرعوا ويتوبوا إليه جل وعلا، ماذا يفعلون؟ تقسو قلوبهم ويزين لهم الشيطان أعمالهم ويستمروا على البلاء وهم فيه، أو يستمروا على المعصية والبعد عن الله سبحانه وتعالى وهم في البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا ينبغي للمرء في جميع أحواله إن ابتلي أو لم يبتلى ينبغي أن يكون على الجادة، على ما أمر الله سبحانه وتعالى، على ما يريد الله تبارك وتعالى. وإذا نزل به البلاء دعا الله سبحانه وتعالى وصبر على ما أصابه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن في بعض الروايات. إذن كذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزيد في العمر إلا البر. في الحديث الآخر: من أراد له أن ينسأ له في عمره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزيد في العمر إلا البر. الزيادة هنا العلماء هم فيها على رأيين: أنها زيادة معنوية، بمعنى أنه يعيش كما يقول الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، يقول أن المرأة يعيش 60 عاما فيبارك الله له في عمره هذا، فيعمل من الأعمال والأمور ما لم يعمله غيره، كأنه عاش مئات السنين، فينفع الناس بعلم أو باختراع أو بفائدة تنفع الناس إلى أبد الآباد. كما نرى من أمثلة أولئك العلماء الذين بارك الله في أعمارهم، مثل النووي رحمه الله وغيره كثير. النووي مات يقولون في 40، لست أذكر بالضبط كم العمر، ولكنه توفي رحمه الله تعالى في 40، ومع ذلك بارك الله له في تأليفه، حيث أنك لا تجد دارا أو مسجدا من المساجد أو الدنيا كلها ممتلئة بمؤلفاته رحمه الله تعالى، وخاصة كتابه رياض الصالحين. من الذي لا يعرف كتاب رياض الصالحين من العامة وطلبة العلم وغيره من الكتب؟ فهذا من البركة التي يضعها الله سبحانه وتعالى، يجعلها الله في العمر. وهذا القول الأول. والقول الثاني أن هناك زيادة حقيقية، فيكتب في اللوح المحفوظ الذي يعلمه الملك، الذي يطلع عليه الملك، يكتب أن عمر فلان 60 سنة، فإذا بر والديه أو عمل البر زاد عمره إلى 80 سنة، وهو ليس شيء يغيره الله تبارك، بل هو بعلمه جل وعلا. فيكون هذا شيء لا يعلمه الملك ولكن يعلمه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الذنب أو العقوبة أو البلاء أحيانا ربما لا تكون البلاء الذي نعرفه ظاهرا، بمعنى أن يقع حادث أو يموت لك قريب، ابن، أو تطلق، أو شيء من هذه الأمور الحسية التي يراها المرء. ربما يكون البلاء بشيء معنوي، وهو ماذا؟ أن يقسو القلب، أن يكون القلب قاسيا فيبتعد عن الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم البلاء
أن الله سبحانه وتعالى لا يريدك أن تكون قريبا منه، يبعدك عنه فيقسو قلبه. فالمرء لا يشعر أنه في بلاء، بل يعطى من الخير والنعمة والمال وكذا وهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم البلاء والمصائب، أن قلب المرء يكون بعيدا عن الله. وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. فينبغي للمرء أن ينتبه لهذه القضية. ربما يكون في نعيم من العيش الدنيوي ورفاه وإلى آخره، ولكنه ربما قلبه قاسي، قلبه بعيد عن الله جل وعلا، كما ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذا بلاء على بلاء، نزل به البلاء الظاهر، وأيضا نزل به البلاء المعنوي، وهو قسوة القلب والبعد، حيث لم يستجب إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذه الأسباب قد تكون لها حرمان من الرزق. بعض الناس يبتليه الله سبحانه وتعالى لحكمة هو يعلمها، فيحرمه الرزق بسبب الذنوب التي يصيبها، فإن تاب أتته الرزق، أتته الأرزاق، وإن عاد حرم منها. وربما بعضهم مقيم على الذنب وعلى المعصية ولكنه يرزق، وهذه حكمة الله تبارك وتعالى أعلم بها، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء على الله تبارك وتعالى. وقد كان هذا نهجه عليه الصلاة والسلام، الإلحاح في الدعاء، بمعنى الاستمرار وعدم اليأس. يا رب، كما ذكرنا في حديث الذي الأشعث الأغبر الذي يسافر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، يلح على الله سبحانه وتعالى ويكرر. ثم كذلك نذكر هنا مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو في بدر، جعل وهو في العريش قبل المعركة، معركة بدر، يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح على الله حتى سقط رداءه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فرفعه على كتفه عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: يكفيك يا رسول الله، يكفيك مناشدتك أو إلحاحك على ربك، فإنه مجيب أو منجز لك ما وعدك، منجز لك ما وعدك. وهذا دأبه عليه الصلاة والسلام، أنه يلح في الدعاء. وهذا ما ذكرناه بأن لا ييأس المرء ولا يقنط ولا ينقطع عن الدعاء، بل يستمر حتى لو طال به البلاء. فالله سبحانه وتعالى أحيانا يريد أن يسمع صوتك، يريد أن يسمع دعاءك، يريد أن يسمع إلحاحك. وهذه نعمة في حد ذاتها، أنك تناجي ربك جل وعلا. فلا تيأس وتترك الدعاء، بل عليك الاستمرار والإلحاح على الله تبارك وتعالى حتى يستجاب لك، حتى يستجاب لك. وكما ذكرنا في الاستجابة، ربما أن الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء يصرف عنك بلاء آخر، أو يعطيك به أجرا يوم القيامة، أو ينسئ لك إجابته إلى بعد حين، إلى حين تحتاج أن تستغفر، تحتاج أن تتوب، تحتاج أن تتخلص من جميع ذنوبك أو من أكثرها، أو من ربما يكون هناك ذنب أنت أصبته مانع للدعاء، مثل القطيعة، قطيعة الرحم ربما تكون سببا لمنع الدعاء. وكذلك التخاصم، كما في الحديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس إلا رجلين مختصمان، فيقول الله تبارك وتعالى: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا ينظر الله سبحانه وتعالى إلى أعمالك بسبب الخصومة وبسبب القطيعة، فهذه من الأمور التي ينبغي للمرء أن يحرص عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويرشدنا إلى هداه، وأن يصلح قلوبنا، وأن يرفع عنا البلاء، وأن لا يبتلينا، وأن يجعل أمرنا كله صالحا مباركا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله، وأنتم وإيانا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والكمد يعاود لهواه.